ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم طريقة حل مشكلة إظهار السيتات على أورج 2024. والطريقة ناجحة مو فقط بس على أورج 2024، أي نسخة أورج عندك ما يظهر بها السيتات، يعني من تريد تضيف سيت ما يظهر عندك بالملفات. إذا مثل كنت ناقل السيت بحافظة الأورج أو بالداونلود أو بالتليجرام ما يظهر عندك من تريد تضيف سيت. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نحل هاي المشكلة. نجي مثلا نريد نضيف سيت، نضغط على كلمة سيت على حافظة هاي الحافظة، ننزل هاي الكلمة اللي باللون الأزرق اللي مكتوبة تحميل أكثر، هاي اللي جاي أشر عليها، نضغط عليها. إذا طلع عندك هاي هيجي اعطي موافق، هاي لين ما عندي نت. هاي الكلمة اللي مكتوبة يستورد ندوس عليها، هاي اللي جاي أشر عليها، نضغط على هاي الكلمة اللي مكتوبة يستورد. لحظة، من ندوس على هاي الكلمة اللي مكتوبة يستورد راح تطلع عندك هيجي ذني الخطوط الثلاثة، هذني الخطوط الثلاثة اللي جاي أشر عليهن، ندوس عليهن. هنا أنت مثلا وين ناقل السيت؟ ناقله بيا حافظة، منزله بيا حافظة مثلا بالتليجرام أو بالداونلود، أو ناقل السيت ببطاقة الذاكرة بالرام. نروح ندور على الحافظة الموجود بيها السيت، ندور مثلا أنا ناقل السيت بحافظة الداونلود، أروح لحافظة الداونلود، هذا السيت اللي رقم هو مثلا، أضغط عليه وأنتظر، ننتظر شوية. هنا شو نسوي؟ نرجع على إضافة السيت، ندوس على هاي الحافظة، نجي على هاي الكلمة اللي مكتوبة import، تدورون على هاي الكلمة اللي مكتوبة import، هاي اللي جاي أشر عليها، تضغط عليها راح يطلع عندك السيت هنا اللي ضفناه بالبداية، ونرجع نضيفه مرة ثانية. نضغط عليه وننتظر لما ما ينضاف عندنا. هذا السيت شوية حجمه كلش كبير فيتأخر شوية بالإضافة، انضاف عندنا السيت، وهاي المشكلة انحلت. إن شاء الله هذا الفيديو يكون واضح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.